النهارده جاي لِك بقى فكرة مش بفكرة، بأفكار كتيرة جدًا في الفيديو، وإن شاء الله تخرجوا مستفادة حتى لو بفكرة واحدة، ويا ريت تسمعي الفيديو للنهاية، لإنها بجد فيديو يستاهل إن أنتِ تسمعيه للآخر، لإنها هتستفادي فعلًا من الفيديو ده. معايا عندِك إزازة فاضية ما ترميهاش وهتستخدميها، عندِك كنز. هتعملي بيها إيه؟ هتعملي بيها غسالة كده للبطاطين وغسالة للهدوم للملابس لو النور قطع. تعالي نشوف بقى الفكرة بتاعتنا، بس يا ريت لو أول مرة تشوفيني تشتركي في القناة، كلمة اشتراك تحت الفيديو، اضغطي عليها وافعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك بإشعار إن عملت فيديو جديد النهارده. وتعالي اما اقولك بقى هنعمل الازازه دي ازاي او هنستخدمها ازاي. ليها استخدامات كتيره جدا، تابع الفيديو للنهايه ويا ريت ما تبخليش عليا باللايك. اللايك يا جماعه هو اللي بيرفع الفيديو، عشان انا بتعب ووصل لكم معلومه صح او بوصل لكم حاجه تستفادوا منها. يا ريت انتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك وتضغطوا على زر اللايك. تعالوا نشوف بقى الجزء اللي احنا قصيناه ده. هبتدي اخد الجزء اللي من فوق ده، هبتدي اقسمها 3 اجزاء. 3 اجزاء كلهم هتبقى استفاده احسن من بعض. ويا ريت تتابعي الفيديو عشان ما تفوتكيش حاجه، وبجد هتستفادي كتير حتى لو بفكره واحده هتطلعي من الفيديو مستفاد. ابتديت بقى اعملها شرايح كده، وابتديت اجيب عصايه مقشه وادخل العصايه في الازازه الجزء اللي احنا عملناه ده. واخده الجزء كده هناخدها كده زي الشطوره، ونقوم رايحين على البطاطين. بقى عندك البطاطين نقعها في بانيو او نقعها في طشت كبير، ايا كان انت عندك هتنقعها في ايه. وتبتدي بقى بالازازه اللي انت عاملاها دي وتبتدي تضغطي بقى. هي الازازه مش هتفك معاكي عمرها، لانها انت بتلفيها على الازازه. يعني الجزء اللي احنا غدناه ده لفيناه على العصايه المقشه او اي عصايه عندك، وتبتدي تغسلي البطاطين او تغسلي الهدوم. اي حاجه عايزه تغسليها بالطريقه دي. لو ظهرك وجعك، لو واحده حامل، اي سبب ممكن تنضفي البطاطين بتاعتك بالطريقه دي. يعني احسن غساله انت هتقابلك في حياتك ان انت تسهل عليك كتير. شايفين؟ وبتعمل رغوه وبتنضف، وبجد جماعه حاجه كده فعلا اختراع. يعني غسالة في البيت كده بالإزازة المي، إزازة البيبسي، بتعملي غسالة في البيت. شايفين الرغوة كمان بتنضف، لأن أنا اديتها شرايح كده تدي معايا زي الغسالة كده في إيديكي. حاجة كده بجد يا جماعة تستاهل مليون لايك. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، ما تنسوش بقى اللايك. تعالى بقى نشوف الأفكار اللي معانا. الجزء ده بقى، خد بقى الجزء الوسطاني ده، يعني هنجزأها 3 أجزاء. يعني الإزازة هعملها 3 أجزاء، والتلات أجزاء هتنبهري بيها. يعني بجد 3 أجزاء هتستفادي منهم كتير. يعني بعد النهارده وبعد الفيديو ده استحاله ان انت تكون عندك ازازه ترميها تاني. ابتديت بقى اخد الجزء اللي من النص ده اللي مساوي بعضه، يعني اللي ما فيهوش اي حته كبيره وحته صغيره. يعني الجزء اللي من النص ده انا بقى خدت ازازه استخدمتها، الازازه الكبيره. ابتديت بقى اقصها كده زي ما انت شايفه، هتلف كده حوالين نفسها زي ما انت شايفه كده. شايفين؟ شايفين المنظر؟ ابتديت اقصها من النص وابتديت اسويها بالمقص اللي في ايدي كده. اي ستيكر عندك بقى، اي حاجه نجيبها ونغطي بيها الازازه دي، الازازه اللي انا قصيتها دي او الجزء اللي انا قصيته ده. انا طبعا عندي ستيكر كده كان فايض عندي من رخامه كنت عامله بيه. ابتديت بقى اخد جزء كده مربع وابتديت الزق بالجزء اللي احنا فكيناه ده او اللي قصيناه من الازازه. هتشوفوا دلوقتي هتنبهروا بالنتيجه في الاخر. ابتديت بقى اقصها، لو انت حابه تحطيها كده في الاخر حطيها كده بالشكل اللي احنا هنعمله ده. ابتديت بقى الزقها كده زي ما انت شايفه، وبطريقة سهلة جدا مش هتصعب عليكي في حاجة. لو عندك ورق بقى من الألمونيا ده بتاع الأكل اللي لونه فضي، ممكن تلزقي بيه أو تعملي بيه، تلفي بيه ورق الفويل. الفويل اللي لونه فضي ده ممكن تعملي بيه نفس الطريقة. أو أي ستيكر عندك ممكن تعمليها بنفس الشكل كده، وتلفي الستيكر كده على الإزازة. بعد ما فتحناها بالنص كده هتلف معاكي بكل سهولة. شايفين؟ ما كنتش عارفة أتحكم فيها كويس لأن اللزق بيلم كده معايا، فما كنتش عارفة أتحكم بيه. مش هتتخيلي ان احنا نستخدمها في ايه دي. يعني بعد ما خلصناها كده انت مش هتتوقعي احنا هنستخدمها في ايه. انا بقى عندي شريطه كده ازوق بيها، وابتديت بقى ايه، ازوق بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بعد ما ازوقها بقى تعالي ما اقول هنشوف بقى نستخدمها في ايه. بجد استخدامها رهيب ومش هتستغنى عن استخدامها، وحاجه كده اختراع. بتلزقيها بامير، بتلزقيها بلزق دبل فيس، باي لزق عندك، بسمغ، بشمع، باي حاجه. المهم ان انت تثبتي البرواز ده او التوكه اللي انا كنت جايباها دي وكانت عندي موجوده. وابتديت بقى الم الستاره. شايفه الستاره عندك؟ طبعا الستاره زي ما يكون ما فيش رباط او ما فيش حاجه زي كده، دي اجمل رباط تعمليه للستاره، او اجمل حاجه كده تحطها للستاره كده وتلمي بيها الستاره عندك كده. بجد هتلف مع نفسها من غير ما تضايقك. شايفين المنظر؟ استنوا بس المنظر للنهايه كده. ابتديت بس اضغط عليها كده واتحكم فيها. شايفين؟ منظر تحفه جدا جدا بالجزء اللي احنا عملناه من الازازه. لو انت حابه تحطها كده من غير اي زواق او اي حاجه تزوقي بيها الازازه كده، مفيش مشكله. اي ستيكر تعملي بيه الازازه الجزء اللي احنا قصيناه. الجزء ده بقى هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه حاجه كده، تجيبي مفك او حاجه سخنه على النار، وتبتدي بتحط تحت، وتبتدي تعملي لها فتحات كتيره بالمفك اللي في ايدك، او لو ما عندكيش مفك
المفكات موجودة في كل البيت المصريين طبعًا، عشان ما تتحرقيش بيه، لإن ممكن أقول لِك المسمار ممكن يلسعِك، فخليكِ في المفك أحسن تسخّنيه كده بالجزء ده كده وتعملي فتحات منها. عايزة أقول لِك هنستخدمها في إيه دي، طبعًا هنستخدمها كمصفى في الحوض، يعني عندِك أي فيضات أكل ممكن تستخدميها كمصفى كده، تحطيها في نُص الحوض كده وترمي فيها أي فيضات اللي بتبقى في الأطباق، طبعًا هتنضّف لِك المطبخ جدًا. عايزة أقول لِك إن هي هتسهّل عليكِ كتير في تنضيف المطبخ، حاجة اعتمديها عندِك بجد، وكل ما تتوسخ ترميها وتجيبي إزازة تانية وتفتحيها بنفس المنظر أو تقصيها بنفس المنظر وتعمليها. عندي بقى إزازة مَيّة معدنية صغيرة 2 قد بعض، يعني أنا عايزة المقاس نفس المقاس بالضبط ونفس الشكل، هنعمل بيهم فكرة وحيلة ذكية جدًا. هابتدي آخد الجزء اللي من فوق ده وأركنه على جنب، وآخد الجزء اللي من فوق ده وأسويه كده زي ما أنتِ شايفة، وأجيب إزازة تانية زيها بالضبط وأبتدي آخد المقعد اللي من تحت أو الجزء اللي من تحت بس، يعني أنا مش هاقصها من فوق، لا هابتدي أقص الجزء اللي من تحت ده. عايزة أقول لِك بقى إن دي هتستفادي منها في المطبخ استفادة رهيبة. عايزة أقول لِك فكرة رهيبة جدًا، ويا ريت تعتمديها، ما ترميش إزازة عندِك وتعمليها بنفس الطريقة. أي بقوليات عندِك، عدس بجبة، عدس أصفر، أي حاجة عندِك عايزة تحطيها، فشار، أي بقوليات في المطبخ وما لهاش إزازة عندِك، بجد يعني حفاظة حلوة جدًا للبقوليات زي ما أنتِ شايفة كده، ولو إزازة كبيرة عايزة تعمليها بنفس الفكرة، اعمليها بنفس الفكرة. حطيتها في باب التلاجة وعايزة أقول لِك قعدت عندي فترة طويلة جدًا، وآخد منها الكمية اللي أنا عايزاها وأركن الباقي، وكل ما تفضى كنت باعبيها تاني. فكرة رهيبة اعتمديها عندِك، وبجد يعني الفيديو كان مليان أفكار كتيرة حلوة، وأتمنى إن أنتِ ما تنسينيش في لايك، ويا ريت تقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد عشان أرحب بيكِ، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وتعالوا بقى نشوف الفكرة الأخيرة اللي معانا. الفكرة الأخيرة اللي معانا طبعًا البسلة، ممكن تخزنيها في كيسة بس بتعمل ريحة أو وتسهّل عليكِ بتكرف كتير أو أوي. بتمرر. هاقول ناس لِك بقى كتيرة الإزازة بتشتكي ممكن من نعمل الموضوع منها ده. حاجة تاني، باجيب إزازة عندِك إزازة برضه كده وباقوم فاضية قصّاها وعندِك بالجزء بسلة اللي وعايزة فوق زي ما أنتِ شايفة تخزّنيها كده، وما عندكيش حاجة وأسيب تعملي الجزء اللي من فيها فوق تخزّني وابتدي فيها، أفتح الجزء اللي طبعًا من دي تحت مش كده، تعمل ريحة يعني أو تكرف مش ريحة باقسمها بالنُص لأ، وهتحافظ لِك على باحاول البسلة أخلّي الجزء اللي ولونها من فوق ده وطعمها بس كمان. عبارة عن غطا يعني كده ناس ليّا كتيرة بتشتكي للبسلة. من البسلة لو تخزين أنتِ ما البسلة، عندكيش بقى أكياس، هنجيب ما إزازة عندكيش زي علب كده زي من ما أنتِ اللي شايفة كده، شايفاها ورا تخزينها الإزازة دي، بطريقة سهلة جدًا أنتِ في الإزازة بتستخدمي برضه. الإزازة دي بتحفظ لِك هابتدي أفتح البسلة الجزء اللي أنتم بلونها شايفينه وبطعمها ده وما بتدّيش وأعمل مرارة لها خالص. فتحات كده أو عايزة أقول أعمل لِك بقى لها حفظ البسلة بالمقص في كده زي الإزازة مراوح كده في رهيب، الجزء اللي من بتفضل فوق. البسلاية معاكِ وما ابتدي بس أملى بتكرمش، الإزازة حتى الأول البيضة كده زي ما أنتِ شايفة. بيفضل بلونه أكتر طريقة وطعمه وما الصح بيكرمش في ومش تخزين بيسوَد البسلة كمان معاكِ. في الأزايز، نفسِك مش هتاخد تجربي منِك الطريقة دي مساحة وتدعي لي، وكمان بجد هتحتفظ طريقة حلوة بلونها جدًا لحفظ وطعمها. البسلة وكمان بالإزاز. الأزايز ابتدي كتير أدّي عندنا شرايح بس بنرميها رفيعة كده فنستغلها عشان استغلال خاطر، صح. ابتدي أعمل ابتديت لها بقى عايزة غطا أو أقفلها حاجة كده إزاي، تقفل هاقوم عاملة معايا، فتحات كده ما عشان أعرف تبقاش، أقفل لإنها الإزازة لازمًا كويس تعملي لها بالمقص فتحات كده، وابتدي عشان ما أعمل لها تصعبش فتحات عليكِ كده وأنتِ بتقفليها. كذا فتحة كده شايفين؟ بالمقص كده عشان هتفضل تقفل معايا محكومة جدًا، وتحكم وكمان في قفلة هتحتفظ بقى الإزاز. في الفريزر كده بيها. معلش يا جماعة أنا يمكن باتكلم كتير بس عشان أوصل لكم المعلومة صح وأقدر يعني أوصلها لكم صح وتقدروا تعملوها ورايا. ابتديت بقى أحط البسلة زي ما أنت شايفة كده وخلاص، هي اتملت كده الإزازة، تبتدي بقى تحطيها في باب الفريزر